اعرض الموضوع بتاع امام طبعا، وانا بدردش معاكم، بس خلينا نعرضه من خلالكم على الناس. طبعا كلنا عرفنا النهارده انه بعثة النادي الاهلي توجهت بسلامه الله 9 صباحا الى تنزانيا. مفروض ان في قائمه لاعبين، من هذه القائمه موجود طبعا امام عاشور، وده طبيعي. تجمعت البعثه في المطار وتمم الكابتن وليد على اللعيبه تمام فيما عدا امام عاشور. كابتن وليد اتصل بامام، موبايله مقفول. طب يا جماعه حاولوا يمين حاولوا شمال. بدات واحد من اللعيبه، زوجته هي صديقه زوجه امام عاشور، كلمت زوجة امام عاشور، تليفونها مفتوح ولكنها ايه؟ ما ردتش. جالك تليفون ما ردتش. وبالتالي تروب اتضايق جدا. يعني طبعا كانوا واخدين طياره خاصه، اتعطلت وقت قصير لان تروب قال هنطلع في ميعادنا، وقت بسيط جدا وتوكلوا على الله وطلعوا. بدات اتصالات، وهنا بقى جزء خاص بينا احنا كمساء الانوار، بين الثلاثي الكباتن وليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب. الكباتن ايه اللي هنعمله، ايه اللي هنسويه، الحكايه الروايه. طبعا كان في غضب شديد طبعا من الكابتن الخطيب طبعا، لانه دي واقعه مش سهله، واقعه كبيره يا كابتن ماهر، يعني موضوع مش بسيط يعني. بالظبط. فاتني ان انا اقول لكم انه بالليل امبارح امام عاشور اتصل بكابتن وليد صلاح الدين، قال له ان انا تعبان ومش هقدر يعني ومريض عندي برد. قال له تيجي واحنا لسه الماتش يوم السبت وهنعالجك. والعرف جرى انه اي لاعب بيقول تعبان بيروح النادي بيكشفوا عليه، مش كده برضه؟ صح طبعا. ما يقعدش في بيته، لان اي واحد هيقول لك بقى سفريه دمها تقيل انا عيا كده يعني. طيب ما راحش اللعيب. نادي الاهلي في حاله اجتماع طبعا، الكابتن محمود الخطيب والمجموعه اللي معاه، واصدروا بيان. البيان طبعا كل الناس عارفاه. قالوا في البيان انه الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكره قرر، طبعا مش هو قرر، هو الثلاثي او بالاحرى الكابتن الخطيب عشان نكون واقعيين يعني، قرر ايقاف امام عاشور لاعب الفريق الاول لكره القدم لمده اسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه نظرا لتخلفه عن السفر مع الفريق صباح اليوم الى تنزانيا للمشاركه في مباراه، قدامكم البيان اهو، للمشاركه في مباراه يانج افريكانز المحدد لها بعد غد السبت ضمن فعاليات الجوله الرابعه لدور المجموعات في دوري الابطال، وسوف يؤدي اللاعب تدريباته منفردا طوال فتره الايقاف. ده بيان النادي الاهلي. طيب البعض قال لك انه امام اللي اتقال زعلان في ماتش وادي دجله انه ما شاطش ضربه الجزاء واللي شاطها زيزو، ويقال ان في يعني ما بينهم نوع من انواع النجوميه من النجم الاكبر او حاجه زي كده، ودي حاجات صغيره يعني ما يصحش يعني. لازم يكون متحدد مين اللي هيشوط، بالظبط، مش بالنجوميه. هو يعني واضح ان هو زيزو، يعني هو واضح ان يوسف تروب محدد اللي بيشوط ضربه الجزاء هو زيزو. واضح طبعا. امام كان عايز يشوط، واضح. خدنا بالنا في اللقطه كده وبتاع، بالظبط كده. وتريزيجيه حتى حدد يعني، عمل له كده على زيزو. يعني هم عملوا لقطه كده، مش قال له زيزو ولا قال له امام؟ هي دي ما تخليش واحد يسبب؟ ما اعتقدش. لا يا كابتن، هو بيتكلم في كيس ثانيه، هو بيتكلم في حاجه ثانيه. هو ده اللي حصل. الموضوع هو اكبر من كده بكتير يعني. لا دي حاجه الامر ثانيه الثاني خالص. انه قال زعل انه طلع في الدقيقه 69 وما كانش عايز يطلع. ده كلام انا شايفه كلام مش منطقي يعني. طبعا. هو الموضوع كلنا عارفينه. ايه هو السبب؟ ايه هو بقى؟ ايوه انتوا اكيد عارفين. عايزين نعرفه منك. عايزين نعرفه منك. ما مستنيين منك عشان نحدد بقى نقول ايه بالظبط. انت حضرتك مستني تخلص عشان تسال على اول يعني احنا عايزين نسالك نسالك اول يا انت كابتن، واحنا يعني طيب استاذنكم، من اسبوع انا قلت كده كلمتين في 40 50 ثانيه نشوفهم ماشي، ونقول ايه اللي حصل. يلا بينا. الكلام اللي قدام ان امام عاشور بيضغط على النادي الاهلي عشان ياخد اكبر عقد زي اكبر عقد في الفريق. كابتن وليد صلاح الدين قال له مش هنتكلم في الموضوع دلوقتي. على فكره هو امام فاضل له لسه في عقده 2 و6 شهور، لسه بدري قوي يعني، لكن هو بيضغط من دلوقتي على اساس ان هو بيشعر بالضيق والحكايه والروايه. هو طبعا حاسس ان هو اهم لاعب في الفريق، والحقيقه هو اهم لاعب في الفريق. لكن وانا بقول دي لازم اقول يا امام كمان ان لازم نحترم العقد بتاعنا،
انا عارف ان نفسيا الحكايه دي صعبه شويه، ابقى انا متميز قوي ويجي واحد اقل مني تميزا وياخد اكتر مني. انا فاهم ان دي صعبه جدا جدا، لكن في الاول وفي الاخر انت لسه صغير والمستقبل قدامك يا سيدي. لما تقرب من نهايه مدتك افرض شروطك او مش، هذا هو الامر يعني. لكن انت الكلام ده انا قلته من اسبوع، واخد بالك. طيب الاول عايز اقول لكم انه من ضمن القرارات الضمنيه اللي تم الاتفاق عليها انه الاهلي مرحب ببيعه مع اول عرض مالي مناسب. يعني هناك اتجاه داخل اداره النادي الاهلي انه لو جه عرض مناسب قوي يبيعوه. في واحد من ضمن الناس اللي قعدوا قال لك ما نعرضه دلوقتي البيع، الفكره ما مشيتش، لكن قالوا لو جه عرض قوي يليق باسم النادي الاهلي وامام نبيعه. يعني في البيان كان المفروض يعرضوا او يقولوا عرض البيع والكلام ده، لكن انا بحترم اداره النادي الاهلي انها طلعت البيان ده. طبعا، لان كان في كلام يقول لك ايه ان هيقولوا اصله فيروس وهيقولوا مش عارف ايه. لا برافو، صح كده طبعا، لانه اقصر الطرق الى الاقناع ان انت تكون صادق. ده حقيقي. طيب ما فيش رضوخ للضغط على النادي. وما ينفعش تزوق موقف يا كابتن اشرف. لا خالص، هو لا خليك صريح. الوضوح ده يا كابتن احسن حاجه جدا. اللي توصل للجماهير الوضع اللي حصل بالظبط. بالظبط. وانت خدت موقف سريع وموقف انا بعتبره موقف ايجابي. ايجابي جدا. طبعا. موقف محترم جدا. عايز اقول لكم الماتشات اللي هيغيبها امام وفقا للاسبوعين. هيغيب طبعا عن الماتش بتاع يوم السبت ده بتاع يونج افريكانز. هيغيب ضد البنك الاهلي في الدوري الممتاز 3 فبراير. 6 فبراير هيغيب ضد شبيبه القبائل في دوري ابطال افريقيا. 11 فبراير ضد الاسماعيلي في الدوري، وبعدين 13 فبراير ضد الجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا. طيب السلام عليكم. الحقيقه من بعد الخبر المفاجئ لغياب امام عاشور عن السفر، وانا ما اتكلمتش خالص نهائي الا لما اشوف النادي الاهلي هيعمل ايه. لان في كل الاحوال الناس كانت بتتكلم عن غاب ليه وما بتتكلمش الاهلي هيعمل ايه. لان في كل الاحوال ايا كان الغياب حتى لو كان بمرض، طالما انت ما بلغتش اداره النادي الاهلي فانت في كل الاحوال مدان. يعني الناس اللي كانت بتقول يمكن كان عنده عذر او عنده مرض فالاهلي مش هيوقع عقوبه، كل ده كلام فاضي. حتى لو كان في عذر قهري لازم كان يبلغ اداره النادي الاهلي، لانه في القايمه من امبارح، وبالتالي فما عندوش اي فكره، الاهلي ما عندوش اي فكره ان اللاعب هيغيب. فالعذر القهري ده يجي بقى بالليل الساعه 2 بالليل، يجي الفجر، يجي الصبح، في اختراع اسمه التليفونات كان بيتصل ويقول انا عندي عذر كذا 1 2 3، وبالتالي انا مش هقدر اجي. هو ده الاحترام. هو مش قادر يتكلم، عنده زوجته، اخواته، ابوه اللي طلع في احد الصحف بالمناسبه هي المصري اليوم قبل بيان النادي الاهلي وقال ابني مريض ولما يتعافى هيرجع. الكلام ده حضرتك مش انت اللي تقرره، في طبيب للنادي الاهلي وفي طرق اخرى النادي الاهلي يقدر يتاكد منها. هو المرض حتى لو جه فجاه عادي، كل الناس معرضه انها تمرض فجاه، بس برضه في حاجه اسمها اعذار وتقدير واتصال. كل المواقع الكارهه للنادي الاهلي استغلت الموضوع وبدات تتكلم وتلمي زي شغل النسوان وتلقيح بالظبط، وكأن الموضوع ده هيأثر مع النادي الاهلي. ابدا والله صدقوني، هم عارفين ومتاكدين ان الكلام ده مش هيأثر مع الاهلي، ولكنه تسخين لامام عاشور ومحاوله لزياده البعد بينه وبين النادي الاهلي، او لاظهاره ان انت ندمت او ان انت غلطت لما رحت النادي الاهلي. انا يهمني في المقام الاول كمشجع اهلاوي، يهمني النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي فقط لا غير قبل اي حد. لان انت مهما كانت امكانياتك فانت في الاول وفي الاخر ما انتش اعلى من النادي الاهلي. وبعدين انا قلت في خلال الكام يوم اللي فاتوا انا شامم ريحه وحشه موجوده فيديوهاتي، قلت لكم الكلام الاشاده المبالغ فيها جدا لبعض الاعلاميين، تقريبا نغمه واحده
ان امام عاشور اعلى من الدوري المصري، امام عاشور مكانه مش في الدوري المصري. كانت اشاده مبالغ فيها جدا. انا قلت لكم رغم كامل الاعتراف ان امام عنده امكانيات كويسه وامام احسن لاعب في مصر، ولكن ده الاشاده دي فيها ريحه مش حلوه كلها، لان طبعا في لعيبه بتعمل برضه مباريات قويه ما بيكونش فيها اشاده قويه بالكلام ده كله باللاعب، ولا ان هو اعلى من الدوري المصري ولا اي حاجه نهائي. وبعدين يا سيدي في ناس بتتابع وشافت اللاعب في كاس الامم الافريقيه، ولو كان في نادي يرغب في ضمه هيجي فاكس رسمي للنادي الاهلي، والاهلي مش هيقف لو كان العرض مناسب للاعب ومناسب للنادي الاهلي هيمشيه، مفيش مشكله خالص عادي. انا في وجهه نظري الشخصيه تختلف معايا او تتفق معايا، اكتر لعيب الاهلي اتاثر برحيله في السنتين الاخيره هو محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه، والاهلي كان لازال الى الان دفاعه متاثر بغياب محمد عبد المنعم. افضل مدافع في نظري كان موجود في وقت صحوته مع الاهلي، كان افضل مدافع في افريقيا، ومع ذلك الاهلي لما جاله عرض من نيس الفرنسي وكان يرضي اللاعب ويرضي النادي مشاه، مفيش مشكله خالص. اذا الموضوع مش موضوع عروض، لان انت لو فاكر ان الموضوع كده يبقى انت غلطان جدا جدا. ولو امام عاشور كان ماشي ورا كلام ادم وطني يبقى امام عاشور بكل امانه مش هيقدر يكمل مع النادي الاهلي ومش هينفع النادي الاهلي، لان اللي جاي هيكون اسخم وانيل وانتن، وهيكون وبال كبير جدا على امام عاشور. مراد صبحي في عز تألقه مع الاهلي كان افضل لاعب في مصر وكان له مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. شوف اللي حصل لامام رمضان صبحي مع كامل الاحترام وربنا ييسر له الامور، لكن اكبر غباء للشخص انك ما تاخدش عبره بغيرك، بتكون انت شخص غبي جدا جدا جدا. الصحف والمواقع الرياضيه والبرامج التوك شو قعدت تنفخ في امام عاشور لمده يومين ثلاثه بعد المباراه الاخيره، وانا قلت لكم هناك شيء ما، بدليل حتى خالد الصرصور الشهير بالغندور منزل الصبح النهارده قبل الازمه دي ما تتعرف بدري بوست بيقول فيه ان امام عاشور يستحق اكبر مبلغ لاي لاعب في مصر وهو اعلى من اي لاعب في مصر. وامام عاشور الغندور الصرصور بما احنا عارفينه وبينه وبين الاهلي مصانع الحداد مش هيقول الكلام ده كده لله وللوطن، لازم يكون وراه هدف معين. انا بقول في كل الاحوال احنا كجمهور النادي الاهلي كل ده ما يفرقش معانا في حاجه، احنا مركزين مع فريقنا في بطولته ايا كان اللاعب الغايب. امام عاشور برضه غاب فتره كبيره وكان عنده تعبان وكان عنده مرض ومفيش اي حاجه، الاهلي هيفضل هو النادي الاهلي. اوعى خيالك يوسوس لك في يوم من الايام مهما ارتفع مستواك ومهما كنت لاعب مهم ان انت تقدر تلوي دراع النادي الاهلي، يبقى انت ما تعرفش النادي الاهلي. اذكر سنة 90 في بداية 90 بعد كاس العالم سنة 91 تحديدا الاهلي احال 5 من اهم لاعبته الى التقاعد، 5 من اهم لاعبته الى التقاعد، وفضل يعاني بعدها حوالي سنة ونص وما رجعش في قراره لحد ما بدأ الفريق يقف على رجليه. منهم طاهر ابو زيد وربع ياسين ومحمود صالح وحمادة صدقي وعلاء ميهوب، كانوا 5 من اهم لاعبي الفريق. النادي الاهلي احالهم للتقاعد بجرة قلم بقرار، كلهم قال لك خلاص اعتزال. النادي الاهلي لعب بالناشئين ايام المرحوم محمود الجوهري قدام الزمالك عشان في لعيبه كانت بتتمرد عشان بعض المشاكل البسيطه مع النادي الاهلي. لا انت كده ما تعرفش النادي الاهلي، صدقني انت غلطت غلطه عمرك واللي غلط لازم يتحاسب، بس احنا عندنا الحساب وحش خالص خالص خالص. احنا بنختبر الراجل مره واحده فقط واللي بيغلط بيتفرم. فالناس اللي كانت طالعه تقول هو امام عاشور هيتعاقب
الاهلي هيقدر يعاقب امام عاشور؟ لا، ده مش هيتعاقب، ده هيتحش وسطه. انا بقول لك كده. والعقوبه اللي ظاهره دي قدامك اللي هي 1.5 مليون جنيه اسبوعين، مش دي بس هتكون عقوبه امام عاشور. عقوبه امام عاشور جايه تاني من الجمهور ومن مجلس الاداره عقوبه مبطنه، ومن الجهاز الفني عقوبه مبطنه، لان انت محتاج تتربى عشان تعرف قيمه النادي الاهلي.